السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. في حلقه جديده في من الاخر. النهارده يا جماعه انا في كليه الصيدله، والناس طبعا اللي حابه تدرس صيدله وتحب تدرس طب في العموم ان شاء الله اجيب لكم كل المعلومات اللي انتوا عايزينها. النهارده في ناس في ايفنت كده صغير، ان شاء الله ممكن نحضروه ونجيب كل المعلومات للناس اللي احنا عارفينها في الكليه دي، وان شاء الله نساعد الجميع يعني. معلم شادي، دكتور شادي، انا اسف. حبيبي ايه الاخبار يا صاحبي اللي انت لابسه ده؟ النهارده عندنا حاجه اسمها جيرسي داي. بتعملوا لابسين لنا كوره، لابسين تيشيرت كل واحد الاهلي؟ بيجي لابس بقى التيشيرت اللي هو عايزه. يعني انت تلبس مثلا تيشيرت، مثلا لو انت بتشجع كوره بتلبس كوره، بتشجع امريكان فوتبول بتلبس امريكان فوتبول، باسكت بول، الناس بتوع البيسبول. يعني انت تحت هتنزل هتلاقي في ناس لابسه حاجات بيسبول، في ناس لابسه اصلا حاجات ما اعرفهاش. طب ما تيجي ننزلوا؟ اغير بس. يلا بينا. يا جماعه احنا يعني معانا 3 دكاتره ان شاء الله، يعني دكاتره على طول. استاذ بشوي، شادي طبعا غنى التعريف، وصلاح. هنتكلم على اول حاجه، ايه هي ايه الكليه دي اصلا؟ اسمها ايه الاول؟ FDU Pharmacy School. حلو. دي بتبقى يعني كليه صيدله بس ولا بتبقى صيدله وحاجات ثانيه؟ الكلية هنا فيها كذا مجال غير الصيدلة. فيها اللي هو الBA والOT، صح؟ صحيح. تمام. هي الجامعه هنا هي متفرعه من الجامعه الاساسيه. احنا الجامعه الاساسيه بتاعتنا موجوده في تينك، دي فيرلي ديكنسون، ودي يعني المين كامبس. اما هنا احنا جزء متفرع. ليه؟ لان هنا الجزء اللي هو متخصص بالهيلث ساينسز، اي حاجه ليها علاقه بالهيلث. تمام. فالمبنى بتاعنا هنا مثلا هو مبنى لوحده. احنا عندنا الجامعه الفرع الثاني موجود تقريبا 5 دقايق من هنا. في فرعين للجامعه، واحد في تينك والتاني موجود هنا في ماديسون. احنا بقى جزء متفرع من الفرع الثاني. فالجزء بتاعنا ده او المبنى اللي انت فيه ده هو بس متخصص لحاجه واحده، الهيلث ساينسز والفارماسي. تمام. فانت عندك ناس هنا بيدرسوا فارماسي الصيدله، وعندك ناس هنا بتدرس الOT اللي هو التخاطب عندنا في مصر، وعندك ناس بتدرس الPA، والPA دي ما اظنش انها موجوده في مصر، هي مساعد الدكتور، الفيزيشن اسيستنت. فالثلاثه موجودين هنا بس. طب هل دلوقتي انت ممكن لما مثلا بتخلص مثلا الهاي سكول بتاعتك او الثانويه بتاعتك، هل انت ممكن تخش على الكليه دي على طول كأنك بتدرس بكالوريوس وبعد كده ماجستير مع نفس الوقت، ولا لازم تعمل البكالوريوس الاول وتيجي على هنا؟ شوف هسه الجامعه عندها متطلبات، بعضهم بيولوجي 1 بيولوجي 2 كيمستري 1 كيمستري 2 فيزيكس 1 فيزيكس 2. طبعا انا بحكي عن مثلا الليفل تبع الجامعي ليفل جامعي، مش انه من الهاي سكول. تمام. وعندك اناتومي 1 اناتومي 2 وسم اذر، خلينا نحكي عربي، وبعض المتطلبات الثانيه غير الساينس بيست يعني. حلو. فمش شرط تاخذ بكالوريوس عشان تدخل هون. طول ما انت اخذت هذول المتطلبات تقدر تدخل. يعني انت بتقدر تاخذ شهاده فارم دي من غير بكالوريوس. بالظبط. ايه ده؟ لا ثواني، هل دلوقتي انت تقدر ان انت تخش يعني من غير ما تخش تاخد بكالوريوس ديجري؟ تقدر ان انت انا عملت كده. عملت انا اخدت كوميونتي كولج، اخدت الريكويرمنت كلاسز اللي هم كانوا 65 او حاجه كده كلاسز، انه 65 كريدت. anyway انا اخدت اكتر من كده، بس انا هنا اكسبت ب 65 كريدت، ما اخدتش بكالوريوس. انت مش لازم تاخد بكالوريوس. انا اخدت 130 ساعه. انت كده اخدت اصلا باتشر ديجري كامله. انا معي بكالوريوس بيولوجي، ومعي ان شاء الله بس اخلص فارم دي. انت نفس النظام برضه، اخدت بيولوجي برضه. بص يا معلم، هي الفكره في ايه؟ الفكره ان في ناس بتخش احنا بنطلع من الهاي سكول. انا مثلا في كذا حد ما كانش يعرف الموضوع ده، او ده يعتبر نظام جديد. انت زمان كان بيبقى في حاجه اسمها البي كات ده الامتحان اللي انت لازم تاخده عشان تجيب سكور معين تخش بيه صيدله. وفي مثلا امتحان تاني الام كات سكور معين عشان تخش طب، وفي مثلا الDAT سكور معين عشان تخش اسنان.
فمؤخرا بسبب ان تقريبا ده اللي انا سمعته ان في شورتج نقص في الصيادله، فعملوا ايه؟ شالوا الامتحان ده عشان يحفزوا الناس اكتر ان هي تقدم على صيدله. انت ممكن تقدم على صيدله عن طريق حاجتين، انت بتطلع من الثانويه ممكن تروح مباشره للصيدله عن طريق حاجه اسمها 6 years program، لان الصيدله هنا غير مصر، الصيدله هنا بتبقى 8 سنين، 4 بكالوريوس و4 صيدله، فانت ممكن تدخل البروجرام ده 6 سنين. 6 سنين ده بيبقى عباره عن ايه؟ ان انا باجي هنا الجامعه بضم ال4 سنين بكالوريوس مع سنتين صيدله، فبيبقوا 3 و3. فبتيجي تخش لا 2 بكالوريوس 4 صيدله، سنتين بكالوريوس صح و4 صيدله انا اسف. ايوه يعني انت بتاخد الريكويرمنتس. بس انا داخل صيدله، انا مش ما عنديش الاوبشن ان انا اغير، لان انت لما تخش جامعه بتبقى ممكن تدرس حاجه فتغير لحاجه ثانيه. بالظبط. انا مثلا انا واظن صلاح ما كناش نعرف عن الموضوع او البروجرام ده لا انا كنت اعرف عنه بس ما كنتش متاكد ان بدي ادخل صيدله. بالظبط. وانا فاحتياطا اخذت متطلبات مثلا دنتستري اللي هو طب اسنان، ولا متطلبات ميديكال طبي، احتياطا لو مثلا غيرت رايي بديش ادخل صيدله. ايوه يكون انت معاك كل الثري اوبشنز يعني انت تقدر تخش بيها. ده فاكر لما احنا كنا بنعمل الموضوع ده السنه اللي فاتت، كنت بتقول لي بتعمل اقول لك بذاكر. وفي الاخر رسينا على صيدله. بالظبط. طيب هل بقى يعني مجديه في الاخر؟ هل كمان وايز يعني مجديه؟ الصيدله مجالاتها كتير جدا 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 جدا. صح. اكثر بكتير. وصعبه تشتغل؟ لا صعبه ان انت تدرس. صعبه. مفيش حاجه، بص مفيش حاجه سهله. مفيش حاجه سهله عشان بس ما نضحكش على بعضينا. ايوه. لا بس يعني يو كان تقدر. انا واحد خلفيه، انا كنت في مصر كنت حقوق جامعه اسكندريه. يعني ما كانش ليا في الصيدله ولا دراسه بالانجليزي. في اخر جيت في اخر سنه. ولا ليا في الانجليزي قوي، يعني ايه الانجليزي بتاع مصر اللي هو ايه ماشي حالك. جيت هنا ابتديت دخلت اي اس ال من اول وجديد خالص، وقدمت على فارماسي سكول او فارماسي سكول والدنيا زي الفل اهو عادي، مش مستعجل في حاجه. يعني انت الفكره برضو ان انت يعني طب انت قول لي مثلا بالنسبه مثلا انت الباك جراوند بتاعتك كانت من زمان. اوكي ثانك يو. There's 40 minutes until iftar. I'm gonna close the freaking. على نقطه ان انت الباك جراوند بتاعتك كانت اللغه بتاعتك، انت قول لي مثلا ايه الحاجات اللي انت ندمت عليها بعد ما انت جيت هنا مثلا وحسيت ان انت فعلا فاهم انت بتستراجل كده في اول حاجه اللغه. اللغه كان الموضوع كان بالنسبه لي كان صعب، ما كانش سهل، مش اسهل حاجه، بس اشتغلت عليها يعني. قلت ما تضيعش وقت، فاهم ازاي؟ لا اشتغلت تقدر تقول انت ندمت على القرار ده ان انت ما خدتش لغه من زمان. بس اللغه من غير ممارسه مالهاش لازمه. اكيد. المعلم ده عنده حته اللغه دي. اللغه بيلعن من زمان في حته اللغه في مصر. انا بالنسبه لي انا الصراحه اكتر حاجه ندمت عليها ان انا ما اهتمتش باللغه. انا كنت مثلا انجلش، بس الانجلش اللي هو ايه عدي الامتحان خلص الموضوع. ايوه هاي هاو ار يو ماي فريند ماي نيم از بشوي، خلص الموضوع، مفيش اكتر من كده. ثانك يو. ثانك يو بنك مصر. طب يا جماعه عشان ما تاخروش بس ايه، تعالوا نروح الايفنت